بتقول أنا متجوزة من حوالي 15 سنة من راجل مطلق وعنده ولد وبنت، وأنا ما كانش سبق ليا الجواز. بعد جوازنا ب4 شهور طليقته اتجوزت، وجوزها اشترط عليها إن الولاد ما يعيشوش معاها ويرجعوا تاني لأبوهم، وفعلا رجعوا وعاشوا معانا. الولد كان عنده 5 سنين والبنت كان عندها 3 سنين. أنا فرحت بيهم جدا واعتبرتهم إنهم ولادي، خصوصا إن ربنا ما رزقنيش بالإنجاب. عشت معاهم كل السنين دي مع أولادها، تعب وسهر ودكاترة وتدريبات نوادي. كنت معاهم في كل تفاصيل حياتهم، وهم تقريبا ما كانوش بيشوفوا مامتهم غير أسبوعين في السنة، لأن مامتهم مسافرة ومتجوزة وعايشة برا مصر. الولد والبنت بقوا كل حياتي، ارتبطت بيهم بروحي وتعبي وسنين عمري كلها. دلوقتي مامتهم اتطلقت ورجعت عاشت في مصر تاني لوحدها، طلبت ان اولادها يرجعوا يعيشوا معاها، وبتقول لهم امكم اولى بيكم من مرات ابوكم، وان ربنا هيحاسبكم لو سبتوني لوحدي وعشتوا مع مرات ابوكم. عاوزاهم معاها طول الوقت، خصوصا انها عايشه في محافظه تانيه، يعني عاوزاهم ينقلوا كل حياتهم الجامعه والمدرسه للمحافظه بتاعتها. انا بموت حرفيا انهم هيبعدوا عني، والولاد في حيره مش عارفين ياخدوا قرار، وجوزي بيقول ده حقها. وانا قلت له لو ولادي سابوني انت كمان تطلقني، لانك ما عرفتش تحافظ على ولادي معايا. اعمل ايه؟ انا في حيره شديده جدا والم شديد جدا ومش عارفه اتصرف. ده سؤال هنجاوبه ان شاء الله ضمن اسئله تانية كتير مع فضيله الشيخ عويضه عثمان، امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. فضيله الشيخ سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. ساعات نقول كده الام هي اللي بتربي، مش هي اللي بتولد. صحيح. الأم هي اللي تعبت وسهرت وشقيت وتعبت نفسها وحرمت نفسها من كل حاجة عشان خاطر أولادها، وبنقول هي دي أم، لأن الولاد بيبقوا عينيهم ما شافتش غيرهم، وإحساسهم ما حسش غير بيها هي بس في الحالة اللي زي دي الولاء لمين؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحقيقة هو سؤال محير، لأن احنا بين أمرين أو شخصين. هو شخص خلف، هو أنجب ولها البر لأنها سبب من أسباب وجوده في هذه الحياة، ولكن ما ربتش، فما حسيتش بحنية الولاد قوي. وشخص تاني هو اللي خد الولاد واحتضنهم وقام على شأنهم، تطبيب وتربية وتعليم وأكل وشرب، وطول النهار ملهاش إلا هم، وطول النهار هم في وشها. فلا شك إن هي هتتعلق بهم قوي أكتر من أمهم اللي ولدتهم. أكيد هي هتتعلق بهم وهي اللي هتتألم طبعا في هذه الحالة. بس لما نيجي نقول هي برضو هي لها بر، لها بر، لها بر لأنها ربت وتعبت، كما من رسالاتها حتى هي، شوفي هي بتوصفهم ده ايه. هم راحوا 3 سنين و5 سنين النهارده في جامعات. بالضبط بتقول هم يعني لو مش هترجع لي ولادي هتطلق. فهي حتى مش متخيلة أبدا إن هم مش ولادها. أيوه. الأمر الثاني، الولاد دول هم سبب تقريبا تمسكها وارتباطها بالحياة. بس لما نيجي برضو حاجة جوانا كده هتنازعنا، بس ما هي دي أمهم برضو. بس هل من حق الأم بعد كل السنين دي إنها تيجي تقول لهم أنا أحق بيكم منها من مرات أبوكم، وإنه ربنا هيحاسبكم؟ لا، لو مش هنقدر نقول أبدا نقول إن أنا أحق بها بيكم منها، ولكن هنقول الولاد معلش هيتعبوا شوية، يحاولوا يراعوا أمهم، يعني هو ما فيش ولا مانع بيتهيألي عن زوجة أبيهم، من إن هم يبقوا إقامتهم، يعني يبقوا زي ما هم، بس بيروحوا للأم مثلا، هيبقى مجهود وتعب عليهم. بالضبط، بس معلش ده من باب البر بيها، لحد ما كده الولاد هتتجوز. لا هيبقوا هنا ولا هيبقوا هنا. بالضبط، لا هيبقوا هنا ولا هيبقوا هنا. هي شيء بسيط، ده واحد في جامعة أو واحدة في جامعة والتاني خلاص يمكن في ثانوية ولا حاجة، فيعني الفترة بسيطة جدا. فإحنا لو هنتعب شوية، هم الولاد يتعبوا شوية، لا يكسروا أبدا بخاطر مرات أبوه.
والا هتتعب نفسيا. طبعا خساره هذه المراه ننكر جميلها في التربيه، طبعا. وان هم برضه يكون لها جزء من البر، ولو هنا يعني فتره وهنا فتره، هنا مثلا ايام الدراسه وايام الاجازه يروح عند امهم. المهم يبقى فيه موازنه، واهم حاجه نراعي مرات الاب وما نضربش على حته انا امكم وانا اولى اصل بيكم. الموضوع بيبقى صعب جدا على اي حد انه يبقى شقي وتعب في حاجه وفي الاخر نعم. يحس ان تعبه وشقاه ده راح على الفاضي. نعم، ده صحيح.